انت ممكن تحط كل اسمدة العالم للجمح، يوريا، بوتاسيوم، سوبر، حمض فوسفوريك، فولفيك، هيوميك، حطيت كل حاجة وحطيت بكميات كبيرة جدا، بس الجمح ما يجيبش معاك، مش هيجيب معاك محصول. ليه؟ عشان مش بكمية السماد اللي انت بتحطه، الأهمية متى وكيف يضاف هذا السماد. وفي أخطاء فادحة بيعملها بعض المزارعين، يعني أخطاء إحنا مكملين فيها، نصحنا مرة واثنين وثلاثة بلاش الأخطاء دي يا جماعة، الأخطاء دي الجمح ما بيستفيدش منها من الأسمدة اللي أنت بتحطها ديت، لا مصرين عليها. طب نعرف إيه هي الأخطاء ديت. لو أنت أول مرة تشوفنا لازم تعرف إيه الأخطاء ديت، ولازم تفهم تسميد الجمح، افهم تسميد الجمح بذكاء. على فكرة مش بكمية، أنت ممكن تحط مثلا شكارة شكارتين، غير لو واحد ممكن تاني يحط 5 6 شكاير والجمح عندك يجيب والجمح عنده ما يجيبش. تمام، واخد بالك انت؟ فهي الفكره مش بالكميه، الفكره امتى النبات محتاج بتاعي ده محتاج تسميد احط له التسميد، امتى احط السماد بتاعي، امتى احط السماد بتاعي. يبقى الفكره عندي امتى، ونتعرف على اخطاء التسميد ديت لازم تعرفها عشان تتجنبها، عشان لو انت بتعملها يبقى بلاش نعملها. تمام، نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة القمح في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2023-2024. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع يخص التسميد، واللي هو أخطاء التسميد. أخطاء بعض المزارعين الجمح، أخطاء فعلا اخطاء احنا تعودنا عليها وبنكررها، واحنا كفلاحين بقى بنقعد مع بعض كده، يا محمد انت هتحط كمامه النهارده؟ ايوه هنحط كمامه النهارده. ده حط بكذا، حط بطريقه كذا. لا يا عم ما تصرفش ميه، ما تعملش مش عارف ايه كلام من ده. كل ده الحاجات ديت اخطاء. اولا قبل ما نتكلم عن الاخطاء التسميد ونعرفكم ايه هي الاخطاء، يا ريت لو انت اول مره تشوفنا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لنا لايك عشان الفيديو يكبر ويوصل لاكبر عدد ممكن. تمام، مبدئيا تسميد الجمح. تسميد الجمح عندنا في مصر بيحتاج الفدان من 3 شكاير ل 4 شكاير يوريا، او 5 شكاير نترات، هو تقريبا في حدود 75 وحده ازوت. تمام، هنقوله 4 شكاير يوريا، 4 يوريا او 4 نترات، بتوزعهم على 3 دفعات، مثلا دفعه تنشيطيه مع مهارات الزراعه، دفعه مهارات المحاياه، الدفعه الثالثه مع الرايه الثانيه للمحاياه او الرايه الثالثه من الزراعه. تمام، واللي عندك الفوسفور اللي هو في صوره سوبر فوسفات بيحتاج من في حدود 300 كيلو جرام، يعني حوالي 6 شكاير سوبر ناعم او محبى، بتحطهم له مع تجهيز التربه. بيحتاج 20 متر مكعب من السماد البلدي برضه بتحطهم له تجهيز التربه. يبقى انت عندك سماد بلدي والسوبر ودفعه تنشيطيه من الازوت بتحطهم له مع رايه الزراعه. وممكن نحط 25 كيلو سلفات بوتاسيوم مع رايه الزراعه. انت عندك بيحتاج قد ايه سلفات بوتاسيوم؟ اللي هو 0050 بيحتاج 50 كيلو سلفات بوتاسيوم. بيحتاج 4 انواع ازوت تسميد ارضي. في تزويد بقى لو انت عايز تحط هيوميك، عايز تحط فولفيك، دي حاجات كلها حاجات حمضيه بتحسن من التربه، بتخلي التربه ميسره، العناصر المخلبيه اللي انت حاططها حاطط كيماوي بتخليها ميسره وتستفيد منها ويعمل تنشيط للجذور والكلام ده كله. تمام، ده موضوع التسميد. يبقى احنا عرفنا تسميدنا. المفروض الافضل توزيع تسميد القمح على دفعات وتقريب مسافات الري، ما نطولش في مسافات الري عشان القمح بيبقى محتاج الفتره دي. يعني في رايه المحاياه ما تزيدش رايه المحاياه عن 30 يوم 35 يوم، عشان الفتره دي فتره تفريع، فالقمح محتاج يفرع، هياخد تفريع قوي، فمحتاج غذاء، فمحتاج تسميد ارضي. تمام. طب الفتره الثانيه الدفعه الثالثه مثلا بيكون بعمر 50 يوم 55 يوم او 60 يوم، فالقمح في الفتره ديت في مرحله عقد للسنابل، فيما بيكون السنبله داخل داخل ورقه العلم. تمام، فلما بيكون السنبله بيبقى محتاج برضو تسميد، محتاج جرعه ميه، فلما بتاخرها برضو ما بيستفيدش منها، ما بيكونش حبايه كويس. تمام، فده موضوع التسميد. او عرفنا الدفعه، احنا عاملين فيديو قبل كده عن تسميد وشرح كامل تسميد القمح. النهارده هنتكلم عن الاخطاء.
على فكره مش شرط ان انت مثلا تقول لي انا هحط كميه كيماوي كتير او هحط يوريا كتير او ازوت كتير، لا مش بالكميه دي. فنتعرف على الاخطاء ونوضح مع بعض الاخطاء كده. اول خطا معانا عدم التسميد السماد البلدي او وضع سماد بلدي غير متحلل وبيه حشرات وحشائش وكلام من ده، فده بيضر المحصول. يعني انا لو حطيت سماد بلدي غير متحلل وطري وفيه رطوبه وفيه حشائش وفيه حشرات، لا ده بيضر لي الجمح على قد ما هيفيد للجمح لا هيضره. او عدم وضع سماد بلدي، يعني احنا لو ما وضعناش سماد بلدي بنعوضها شويه بس، في ناس ما بتحطش خالص وما بتعوضهاش رش ورقي مثلا عناصر صغرى وعناصر كبرى واحماض امينيه وطحالب مش عارف ايه، فما تعوضهاش، فدي مشكله كبيره جدا. ده اول خطا معانا. ثاني خطا معانا الاسراف او التقليل في المعدل الموصى به اللي احنا اتكلمنا عنه ده. يعني ان في ناس بتقلل مثلا الفدان محتاج 4 شكار يوريا مثلا، بيحطوا شكارتين بس. ما انت قللت الازوت هيطلع النبات ضعيف وهزيل ومش عارف ايه، لا انت زودت ازوت هيطلع النبات غض وماشي، هيبقى اخضر وما شاء الله ونموه خضري جامد، بس غض وضعيف. اقل شويه هواء او هبوب رياح هيخلي القمح يرجد منك ويرجد ومش هتستفيد منه حاجه، وتنصاب بالامراض الحشريه والفطريه والكلام ده، ويحصل برضو يعني ضعف في النبات. تمام. يبقى الاسراف او التقليل في معدل الموصى به اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الفيديو. طبعا عدم اضافه سماد نترات او يوريا في الجو البارد، ده خطا من الاخطاء برضو، اللي هو مثلا يقول لك لا انا مش حاطط في طوب او مثلا في شهر يناير الدفعه الثالثه مش حاطين كيماوي، فاضل لك دفعه المفروض تحطها. انت الجمح عندك على بيبدا يعجد مثلا من 65 يوم ولا بتاع 55 يوم، عندك الطرد بيكون على 80 يوم، الرايه الثالثه او الرابعه ديت هيكون خلاص بدا يطرد، خلاص انت بوضع السماد بعد الطرد ما بيفيدش، فهتحط امتى؟ فالفكره خلاص انت اللي بيقول لك لا التربه اليوريا او النترات ما بتسجحش ارض، ودي فكره خاطئه احنا بنطبقها، بنقول لك لا بتسجل الارض، لا ما بتسجحش ارض وحط تسميدك عادي مفيش اي مشكله. ده ماشي تمام. رابع حاجه عدم اضافه السماد في ميعاد غير مناسب. يعني مثلا واحد دي بيعملوها بطريقه، يعني مثلا الناس عندنا هنا مثلا يقول لك ايه، انا مثلا مش حاطط السوبر مع تجهيز الارض، لا انا هحط السوبر بعد الارض مثلا باسبوع ولا 10 ايام عشان يجفف معايا الارض. السوبر بيوش على وش الارض، النبات ما بيستفيدش منه، خلاص انت جفف ايه، الارض كده كده بتنشف والشمس والارض بتنشفها والارض صرفها جيد بتنشف معاك. السوبر مش هيجفف الارض من فوق، لا السوبر بيبقى سطح التربه وخلاص، مش هيستفيد منه النبات على قدر ما كان موجود في التربه تحت. تمام. في ناس بيقول لك انا هحط الشفاره ديت على سقوط بعد ما الانفار تطلع، ومثلا بعد ما اخلص ري واجي بضرب الكيماوي بعد الزراعه مثلا باسبوع ولا حاجه، ويقول لك على سقوط الامطار على وش التربه كده هتلاقي مثلا ايه، انا مثلا شويه مطر انها في ميه شتاء بكره او في سقوط امطار بكره، انا راح اضرب الشكاره دي ما شتتش، هتبدا تتبخر ويحصل لها تبخير وما يستفدش من الكيماوي ده وضع السماد في اللي غير مناسب ليه. وضع السماد مثلا بعد مثلا طرد السنابل ما لهوش اي لازمه، مش هيستفيد منه حاجه. في بدايه طرد السنابل الجمح كل السنابل نفسها بتبدا تاخد الغذاء بقى من الاوراق والسيقان وما بتستفيدش حاجه من التربه، انت خلاص جمعت عملت بناء كامل دهوت وعود كامل، بيبدا ياخد الغذاء كله من يجمع الكربوهيدرات والغذاء كله ومن السيقان والاوراق. طبعا خامس حاجه ودي الطامه الكبرى، اضافه السماد بعد الري. طبعا حبايبنا الناس في ناس كتير بيعملوها، يقول لك لا انا هحط كيماوي واحط هيوميك واحط فولفيك واحط مش عارف حامض فوسفوريك وده واصرف الميه. لا يا هندسه، لا انا هعمل كده، انا عبيط. لا ده انا هروي تمام في ميعادي، هروي على 30 يوم مثلا وقت المحيا وهاجي صارف الميه واجي حاطط الكيماوي ايه بعد الري. تلاقي الكيماوي كله مثلا ظاهر على التربه كده مثلا بعد الري، ما النبات مش هيستفيد منه، اللي هينزل على سطح التربه من فوق مش هيستفيد منه. طب ايه الفكره يا عم؟ بص، ما هو انت يا هندسه لما بحطه قبل الري ما انا بصرف الميه. بص يا حبيبي صلي على النبي، انت عارف السماد والارض
عاملين زي ايه، لهم شحنات موجبه وشحنات سالبه بيتحدوا مع بعض. زي ايه مثلا؟ زي الحديد والمغناطيس كده، مش بينجذبوا مع بعض. نفس القصه السماد بينزل في التربه، يعني انت التربه عندك بتمتص السماد من الميه كده. هو الميه عامل مساعد ان هو بينجل السماد، بيحركه مع الارض. اول ما بيجي معاك السماد مع الميه كده، انا الميه شايله اهي، الميه ما بتمنحش السماد ينزل التربه، فالتربه بتمتص السماد من الميه في نسبه فقد. ايوه نسبه فقد، بس مش بنسبه الفقد العاليه اللي انت هتحطها بعد الري. بعد الري ما في ايه اللي هيدوب الكيماوي ده؟ ايه اللي هيدوب البوتاسيوم ده اللي انت حطيته؟ ايه اللي هيدوبه؟ ايه اللي هيدوبه ويخليه ينزل تحت التربه في الجدر، تحت الجدر من تحت عشان الجدر يستفيد منه؟ هو الجدر بيطلع لفوق ولا الجدر بيسحب لتحت عشان يستفيد؟ انت عايز توصل السماد ازاي؟ تمام. ده اكبر خطا. يعني انت ما بتحطليش السماد اليوريا او الازوت بعد الري. دي مشكله كبيره جدا. تمام. او في ناس برضو بتحط بعد سقوط الامطار او قبل الري مثلا بيومين او ثلاثه. يعني في ناس ممكن تحط نترات مثلا بتلاقيها بذرها مثلا قبل الري بيوم، ولا هو المفروض السماد يتحط قبل الري مباشره. تحط اليوريا النترات مثلا، تلاقي لون اليوريا النترات ديت شبه تفل الشاي كده. تمام، شبه تفل الشاي، لونها بني كده. ما هي نشفت، تبخرت، ما دابتش ونزلت التربه. او كذلك اليوريا بتتبخر وبتطير فيها عشان فيها الامونيا نسبه التبخير عاليه، نسبه التبخر عاليه. فالمفروض تبذر الكيماوي بتاعك وتيجي مروح وتصرف بعد الري على طول، ما تسيبش ميه في الارض عندك. ما زي ما قلت لك الارض بتستفاد من الري، بتستفاد من السماد اول ما بتحطه، سواء سماد حطه في سماده، حطه بذره، ايا كان انت طريقه وضع السماد. تمام. برضو سادس خطأ عدم إضافة سماد الفوسفور في أي صورة من صوره، مثلا سوبر فوسفات، حمض فوسفوريك، علي فوسفور، داب، أي حاجة من ديت أنت ما بتحطلوش سوبر. وعنصر الفوسفور من العناصر المهمة جدا اللي مسؤول عن تنشيط الجذور، مسؤول عن النمو الخضري. ما هو أنا بدور على نمو خضري عشان النمو الخضري ده اللي بعد كده هيوديني للنمو ثمري. تمام. فما بيدينيش، بيساعد برضو على التزهير والكلام ده كله اللي هو الفوسفور، اللي هو زيادة الإخصاب وحبوب اللقاح والكلام ده كله، فمش موجود عندي. بيبقى النبات ضعيف. هذه عنصر الفوسفور ده او في اي صوره من صوره بيقلل معايا الملوحه في التربه، بيخلي النبات يستفيد من العناصر الثانيه اللي انت حاططها، حاطط كيماوي، حاطط بوتاسيوم. السوبر ده بيساعد النبات ان هو يستفيد من الحاجات ديت، انت ما حطيتهوش. تمام. سابع حاجه عدم اضافه سماد البوتاسيوم، وده البوتاسيوم ده يعني يغفل عنه كتير جدا، ما بيحطوش. عشان بقول لك ايه البوتاسيوم ده مهمته ايه؟ مهمته ده عامل زي تاكسي النبات، ده اللي بيشيل لك بينجل لك العناصر الموجوده في التربه. بالتاكسي النبات ده بينجل لك العناصر بيوديها لك للنبات فوق، وبعد كده ده اللي بينجل لك الكربوهيدرات والغذاء والحاجات كلها اللي في السبل وفي الاوراق والسيقان، بينجلها للحبايه نفسها. تمام. وان شاء الله نعمل لكم فيديو عن تسميد البوتاسيوم ورش البوتاسيوم للجمح، او مثلا تسميد بوتاسيوم ارضي، او مثلا اهميه تسميد البوتاسيوم بكل صوره لمحصول الجمح. تمام. دي سابع حاجه. ثامن حاجه تاخيرات المحاياه اكثر من 45 يوم، وبالتالي يؤخر الدفعه الثانيه للتسميد. يعني انت ما بتاخر رايه المحاياه بتاخر تسميد، واذا ما بتاخر التسميد النبات بيبقى ضعيف هزيل، ما بيقدرش يفرح كويس، ما بيدكش نمو خضري كويس، فبتاخر الدفعه الثانيه للتسميد. برضو تاسع حاجه تاخير الدفعه الاخيره اللي هي الرايه الثالثه الرايه الثالثه للجمح، او الرايه الثانيه بعد المحاياه. الدفعه الثالثه اللي هي في مرحله العقد، فبرضه بيقلل معاك، ما بيديكش حبايه كامله، ما بيديكش سبله قويه، ما بيديكش سبله ما شاء الله كبيره، كلام من ده. فالفكره المفروض تاخير للدفعه الثالثه. احنا المفروض بنقسم برضه من الاخطاء عدم تقسيم تسميد الجمح لدفعات، اللي هو الازوت مثلا دفعه تنشيطيه، دفعه ثانيه، دفعه ثالثه. المفروض نقسمها دفعات عشان النبات محتاج في كل فتره معينه، محتاج زج معايا، محتاج برضو رش ورقي عشان الجو والرطوبه والكلام ده كله. عايز طحالب، عايز ممكن نعمل لكم ان شاء الله برضو رش ورقي في كل عمر معين، مثلا بعد وقت معين نرش رشه معينه، حاجه معينه. اكتب لنا في التعليقات لو عندك اي استفسار، سيبوا لنا في التعليقات برد عليكم ان شاء الله. تمام. 10 حاجه وضع السماد بعد طرد السنابل. في ناس بتحط الكيماوي بتاعها ده ذكاء خارق، يعني يقول لك انا يعني ساب الدنيا كلها مثلا قاعد مثلا روح
الزراعه، وراء المحياه، وراء اللي بعدها، والرايه اللي بعدها، وجاي بعد الجمح ما تم السبل خالص وبحط السلام. ليه؟ عشان عايز سبله قويه. يا حبيبي والله ما مستفيد منه حاجه، انت كده حطيته على الفاضي، ونباتك اصلا ضعيف ضعيف. ما هو ايه اللي هيكون نمو خضري وسبل قوي وعيدان قويه وسقان قويه واوراق كتير؟ ان هو انت اشتغلت تسميد صح. في ناس بقى تقول لك انا، في ناس واحد يقول لك انا هحط 7 شكاير، يعني كده خلصنا اخطاء الجمع. من الاخطاء برضو زياده الاسمده، هحط 7 شكاير كيماوي، يوريا يعني مثلا او نترات او ملح ومش عارف ايه، احط للفدان. زياده التسميد يزيد عن المعدل الموصلي. حبيبي ده مش هيفيد معاك بحاجه. حط المعدل مظبوط. في واحد ممكن يحط معدلات مظبوطه، انت لو اتبعت تعليماتنا واشتغلت صح، اشتغلت صح. يعني واحد امبارح بيكلمني اشتغل صح جدا، حط روع على 30 يوم، حط الكيماوي بتاعه قبل الري، رشه مغذي جدا. الفلاحين بيقولوا له انت الغله هتبقى غضه عندك وتبقى، يا عم هو اشتغل صح. انت ليه بتقول له انت هتشتغل غلط؟ انت ليه بتنصحه كده؟ يا حبيبي احنا مشكلتنا ان احنا بنسمع لبعض جو كفلاحين. احنا كفلاحين اما بنقعد مع بعض على عند الارض كده بنسمع لبعض جو، ودي مشكله كبيره جدا. انت رايح فين يا عم ممدوح؟ لا ده انت حط الكيماوي بعد يا عم افهم، انت عايز غله؟ عايز غله وعايز جمح؟ حط الكيماوي بتاعك بعد الراي. يا عم غلط والله. يا عم هو باشمهندس ده ايش عرفه؟ احنا اللي فاهمين الارض، كل واحد دكتور ارضه. يا حبيبي والله غلط. لا احنا يا عم احنا فاهمين احنا بنعمل ايه، ايش عرفك انت؟ شكرا. كل واحد دماغه ماشياه، ففضلا وليس امرا اتبع التعليمات، اشتغل صح، افهم جمحك محتاج تسميد ايه، حط تسميد إيه؟ انت اشتغل تسميد إيه؟ عارف انت مثلا ربنا قدرك على 3 شكاير بس نترات ومش قادر، او مثلا مش مكفي، مش معيش فلوس اجيب وغير التاني اللي بيحط كيماوي ومش عارف ايه، انت ممكن جمحك يجيب احسن منه. ليه؟ عرفت جمح محتاج امتى، تسميد امتى، حطيت له في الميعاد المناسب، رويت في الميعاد المناسب، حطيت الكميه المناسبه، تمام، وساعدته مثلا في الفترات اللي هو محتاجها. مثلا في الفتره دي محتاج تسميد، الفتره دي محتاج تسميد، وزعت تسميدي بالتساوي او دفعات علشان الجمح محتاج الاسمده دي. فوصل معايا لمكانه كويسه، وممكن اوصل ل 30 ارداب واكتر من كده لو اشتغلت تسميد صح وري صح. ما هي المعاملات هو صلى على النبي، انت عندك فدان وانا عندي فدان، ايه اللي بيفرق بيني وبينك؟ نفس الارض، احنا جيران. ده بيجيب مثلا 15 ارداب وده بيجيب مثلا 30 ارداب، ايه الفرق بين ده وده؟ السؤال ده جاوبني عليه في التعليقات ونعمله فيديو ان شاء الله. تمام. انا وانت عندنا فدانين، انا عندي فدان وانت عندك فدان، ده بيجيب 15 ارداب وده بيجيب 30 ارداب، ده عمل ايه وده عمل ايه؟ ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، ونشوف نلتقي على خير باذن الله. ولو الفيديو بتاع النهارده عجبكم، معلش طولنا شويه، انا حاسس ان الموضوع للامانه انا اسف. يعني انا مثلا بتكلم كتير وفي ناس بتقول لي انت رغاي ومش عارف ايه في التعليقات، فالله يسامحكم لو، وانا اسف ليكم طبعا، بس ده غصب عني. انا بتكلم والكلام بياخدني معاكم، وان احنا بنحاول نوصل المعلومه بنبسطها على قد ما نقدر عشان الناس تستفيد. فلو طولنا عليكم انا اسف ليكم. لو انت استفدت حاجه من الفيديو يا ريت دعمك لينا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لنا لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن، واعمل مشاركه على الفيس على الواتساب، ابعته لصاحبك على الماسنجر. تمام. في ناس فعلا محتاجه الكلام ده ومحتاجه تعرف الحاجات ديت، في ناس مش عارفه توصل لهم، فانت لما تبعتوا له على الواتس بيستفيد منه طبعا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.